اولا هي كانت الحمد لله يعني كانت سنه سعيده عليا. لان انا كنت الفترات اللي فاتت يعني من يوم تخرجي او من ساعه دخولي معهد العالي للفنون المسرحيه، وانا كنت باخد ادوار بس ما تقدرش تقول مش موضوع كبيره او صغيره، ممكن اخد دور كبير بس دراميا ما فيهوش اي انفعالات او اي حاجه تشد، يعني ببقى موجوده وخلاص في الدراما. يمكن السنه دي اول سنه عليا ما تعديش هباء، يعني الادوار فعلا كان فيها تمثيل. نبتدي بسقوط حر للنجمه نيلي كريم. انا لما جالي الدور ده انا عملت له كان ترشيح استاذ شوقي المجري بعد اوديشن ليا على دور تاني، يعني هو قراني دور تاني ومثلت له دور تاني ما بيني يعني في كاميرا، وشاف فقال لي انا عاوزها في الدور ده، هي هتليق على الدور ده، لان استاذ شوقي ما يعرفش ممثلين مصريين قوي لان هو كان اغلبيه حياته في سوريا. فرشحني للدور وقال دي اللي هتعمل حلقه. مبدئيا انا كنتش اول ما شفت الدور ما قلت لا. فليه؟ لان لقيت مشاهده ما عجبتنيش، يعني مشاهد صغيره تقريبا. ف... فقلت لا ما فيش وكده لا مش هعمله. مع ان الناس كانت دايما بتقولي نيلي كريم وكده ولازم ونجمه ولازم يعني هتبقى حتى لو معاكي مساحه صغيره. فرحت بالفعل العدل جروب وكان استاذ شوقي قاعد، وانا قلت له معلش انا معتذره بس انا شرف لي ان انا عرفتك وكده. قال لي ليه ومش ليه وطب اقري، وقعد ومعايا وقال لي ده في مشهد ده انت تقبلي الدور عشان المشهد ده. فقعدت افكر كده ولقيت نفسي حسبتها، قلت فعلا المشهد ده قوي جدا وهعمل الدور عشان المشهد ده، والحمد لله عملته. هي شخصيه بنت صعيديه، فتاه صعيديه جت من الصعيد، كانت عايشه مع اهلها ولما ماتوا عاشت مع اخوها في القاهره، وتوفى اخو يعني وبعدين حبت واحد في المصنع، يعني كانت قاعده مع اخوها وحبت واحد في المصنع، ولما حبته كان رئيس الورديه بتاعها، الولد ضحك عليها فاضطرت ان هي ما قتلتوش ولا عملت حاجه عاديه، لا هي عملت حاجه غير عاديه اللي هي قطعت يعني العضو الذكري بتاعه ده انتقاما، يعني انتقاما يعني اللي هو ضحك عليها. فكان طبعا رد الفعل مش طبيعي، فاضطرت يحولوها لمستشفى الامراض النفسيه. هي لو كانت قتلته قتل عادي كانوا قالوا خلاص هي قتلته وتحولت اجرام، يعني اي حاجه في السجن، لكن هي قتلته قتل بطريقه عجيبه شويه. ده بالنسبه لسقوط حلو. انا مبسوطه لان المشهد ده انا حقق نسبه مشاهده عاليه جدا على مواقع الانترنت، وناس كتير قالت لي كانت نسبه مشاهدته عاليه وتشهيره، يعني انا كنت سامعه ان هو مثلا متشير بال 10000 ومتشاف بال 100000، كان بالنسبه لي حاجه يعني نقله. ده بالنسبه لسقوط حر. طبعا انا مبسوطه لان اشتغلت مع النجمه نيلي كريم مع فريق العمل كله. البنات كمان كانوا كويسين قوي قوي، يعني البنات اللي كانوا معايا في المستشفى طبعا بجانب استاذه سلوى عثمان وفرح يوسف، والبنات اللي كانوا معايا داليا الخولي، داليا رمزي، مي الاعصر، كل دول كانوا بنات ما شاء الله عليهم. مي حمدي كان في حاله من الحب، يعني كنا بندخل العنبر نقول لهم يا جماعه هو ده مكاننا الحقيقي، اخيرا لقينا مكان كنا مبسوطين فيه جدا جدا، يعني كنا متاقلمين يعني. والحمد لله كان من الديكورات الحلوه حتى على مستوى المسلسل، هم كانوا بيشكروا في الديكور ده بالذات اللي هو بدايه المسلسل. فانا مبسوطه بسقوط حر قوي، تجربه جديده عليا ان انا اعمل مريضه نفسيه صعيديه. دي كانت بالنسبه لي حاجه حلوه يعني.